السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأسعد حال وتكونوا بخير يا رب. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا 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 لكل ست بيت، خصوصا لو احنا في نص الشهر، 15/6 النهاردة، وهنعمل ميزانية ال1000 جنيه. ال1000 جنيه لو انت دلوقتي في نفس الموقف ده متقلقيش خالص، لان النهاردة هقولك خطوة بخطوة ازاي من 1000 جنيه ممكن يكملوا معاكي لآخر الشهر، وهنوفر كتير جدا. أول حاجة لازم نعملها طبعا من غير ما تستلفي، طبعا هنكمل 1000 جنيه باقي الشهر معاكي من غير ما يبقى عليك ديون، من غير ما تحتاج وتستلفي من حد. أول حاجة لازم تعمليها هو إننا نقعد نحسب كام يوم فاضل على آخر الشهر، وهو 15 يوم. 15 يوم على آخر الشهر، 15 يوم على آخر الشهر، يعني يبقى 1000 جنيه لازم يتقسموا على الأيام دي. يعني ببساطة ال1000 جنيه على 15 يوم هيساوي تقريبا 66 جنيه يوميا. مش معناها ان احنا هنكمل 66 جنيه كل يوم ونصرف 66 جنيه، لا، احنا بنقول تقريبا في اليوم. مش معنى كده ان احنا هنصرفهم كل يوم، لا، احنا عايزه اقول لكم هنمشي خطوه مهمه جدا. اول خطوه ان احنا هنقولنا ايه؟ ال 66 ما يعادل، ده اول خطوه، ما يعادل 66 يوميا. هقول لك تمشي معايا ازاي اول خطوه، بس لو وصلت معايا هنا يا ريت تعملي بلايك واشتراك وكومنت حلو، صلي فيه على الرسول. وهنبدا معانا تاني خطوه. تاني خطوه خطوة مهمة جدا، وهو نوقف أي مشتريات غير أساسية. يبقى تاني حاجة أهي، نوقف هنا، نوقف أي مشتريات غير أساسية. تمام، دي تاني خطوة. طيب، يعني الفترة دي مفيش حلويات جاهزة، مفيش طلبات ديليفري، مفيش عصاير، مفيش زيادة خالص، مفيش أي حاجة ممكن نستغنى عنها لحد آخر الشهر. ودي أهم خطوات مهمة جدا لازم نعملها علشان نكمل بقية الشهر ب1000 جنيه. تالت حاجة هنعملها، يعني تاني حاجة ومهمة جدا، افتحي التلاجة والفريزر وشوفي الموجود عندك. هيبقى تالت حاجة، افتحي التلاجة والفريزر. الفريزر وشوفي اللي عندك، وشوفي اللي عندك. تمام، هتلاقي طبعا في حاجات كتيرة جدا موجودة عندك في الفريزر. تمام، رابع حاجة اعملي قايمة لنفسك بكل الموجود عندك قبل ما تنزلي. يبقى تالت حاجة اعملي قايمة. اعملي، طبعا انا عشان انا لوحه نفسي كده علشان خاطر الكاميرا، فالكتابه بتيجي مقلوبه شويه. تمام، اعملي قايمه عندك تكون موجوده. تمام، قايمه باللي هتجيبيه، قايمه تمام بكل ايه الموجود عندك، بكل الموجود عندك، وبكل كمان اللي ناقصك واللي عايزه تشتريه. تمام، واللي هتشتريه، واللي هتشتريه. تمام كده، يبقى هنعمل قايمة. يبقى رابع حاجة هنعمل قايمة. هتتفاجئي انك ممكن فعلا تكتشفي اكل يكفي اكتر من اسبوع. تمام كده، دي حاجة مهمة جدا. تعالي بقى نقسم ال1000 جنيه واحدة واحدة. تمام كده، أول حاجة هنقسم ال1000 جنيه. هنعمل إيه بال1000 جنيه؟ أول حاجة وهو خطوة مهمة جدا، هنعمل مثلا 500 جنيه. تمام كده، خضار وفاكهة. تمام، اللي هي الأساسية، خضار وفاكهة أساسية. تمام كده، ده بال500 جنيه. يبقى هنقسمهم ازاي؟ هنقسم أول واحدة أهو، 500 جنيه خضار وفاكهة أساسية. طيب، تالت حاجة أو تاني حاجة هنعمل إيه بالباقي الفلوس؟ هنا يبقى كده 500 جنيه، يبقى أنا كده معايا 500 جنيه تانية. طيب، تاني حاجة هنعمل 300 جنيه، هنجيب بيهم البقالة الضرورية زي العيش، الجبنة، الشاي، السكر اللي ناقص عندك في البيت. يبقى 300 جنيه
للبقالة. تمام كده، الضرورية اهو، الضرورية. اوكي كده، زي ايه بقى؟ زي العيش، وزي ايه تاني؟ الجبنة، وزي الشاي والسكر، وطبعا الحاجات اللي ناقصاكي، الحاجات اللي ناقصاكي. طيب كده احنا معانا كده كام؟ 800 جنيه. باقي معايا كام؟ 200 جنيه. بعدين عندي هنا ايه؟ 200 جنيه احتياطي. 200 جنيه ايه؟ احتياطي لأي ظرف مفاجئ. يبقى 200 جنيه احتياطي لأي ظرف مفاجئ. ما تصرفيش الاحتياطي إلا لو مضطرة فعلا، ولو مش مضطرة معانا الحصالة بتاعتنا هنبتدي نحوش فيها. ودي أنا مخليها لولادي، بصوا محوشينها. ودي برضو محوشاها هنا كده. دي بتاعت مين يا كوكا؟ بتاعتي. بتاعت تعمل بيها ايه؟ وانا حطيت فيها فلوس وبنحوش فيها، صح كده؟ يعني لما هو العيد يجي يعني افتح العصالة فيقول يعني أنا هنا بخلي ابني بياخد مصروفه 10 جنيه، بيصرف 5، بيحط هنا 5 جنيه في الحصالة، وساعات برضو أنا أحط فيها. طيب أنا دي عندي هنا إيه؟ أنا بحط عندي هنا كده من مصروف البيت اللي فاضل، وبحط هنا في الحصالة بتاعتنا. بصوا، وهبقى أفتحها معاكم لو تملى وبعدين أكونها. تمام كده؟ هنكمل معانا هنا كده. طيب ما نصرفش الاحتياط احنا مضطرين. طب بالنسبه للاكل، حاولي تعتمدي الاعتماد الكامل على الوجبات الاقتصاديه. زي ايه؟ ايه هي الوجبات الاقتصاديه؟ الكشري، وايه تاني؟ العدس، مكرونه، مكرونه بالخضار، البطاطس، طبعا بنعمل بطاطس في الفرن. تمام كده، الفول، البيض، الرز، الرز المعمر او الرز العادي، والشوربات المختلفه، وشوربه بقى. تمام كده. طيب انا عندي هنا عايزه بقى وجبات. الوجبات دي مشبعه جدا بس موفره، ودي كمان مشبعه جدا. حاولي كمان تعملي جدول اسبوعي للاكل. لما يبقى عندك خطه واضحه، هيكون عندك نسبه الهدر ضعيفه جدا. مثلا يوم السبت هنكون بقى، نعمل كده منيو لنفسنا. يوم السبت هنعمل مكرونه، مكرونه بالبشاميل، هتكون اقتصاديه طبعا. تمام. يوم الحد هنعمل ايه؟ طيب هنعمل بطاطس بالفراخ. يوم الاثنين هنعمل كشري. يوم تلات هنعمل مثلا فول وطعمية، نغير فول وطعمية. يوم الأربع هنعمل مثلا رز وخضار، رز خضار. يوم الخميس هنعمل عدس وشوربة. يوم الجمعة عندك بقى الأكل اللي موجود إيه في البيت، أكل اللي موجود في البيت، اللي موجود في البيت. اوكي لحد هنا تمام. طيب كمان مهم جدا اننا نوفر في استهلاك الكهرباء والغاز. نطفي اي لمبه عندنا مش مستخدمه. شغل الغساله مره واحده، يعني ممكن كل يوم ويوم، كل يومين. لو احنا عندنا اطفال احنا طبعا بنغسل كل يوم، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نوفر في الكهرباء ونوفر في الحاجات الاساسيه. استغلي حراره الفرن في التسويه اكتر من حاجه مره واحده. مش لازم كل شويه لما تيجي تعملي كيكه تعملي تشغلي الفرن، لما تيجي تعملي صينيه بطاطس تشغلي الفرن. لا، حاولي مثلا لما تيجي تعملي صينيه كيكه مع تسوي زي البطاطس في الفرن، يبقى كلهم مع بعض علشان ما نستهلكش غاز كتير. كل جنيه هنوفره النهارده هيفرق معانا اخر الشهر
في الحصالة بتاعتنا. وطبعًا من الحاجات الأساسية اللي ناس كتير بتتغفل عنها هو شراء السناكس والأكل الخفيف للأطفال بشكل يومي. حاولي تعملي فشار في البيت، كيكة بسيطة أو أي حاجة منزلية أوفر وأضمن بكتير جدًا لولادنا. ولو عندِك أطفال اشركيهم معاكِ في فكرة التوفير، زي ما أنا باعمل كده، إن أنا باعلّم أطفالي إن هم يوفّروا معايا بشكل طبعًا لطيف. إن إحنا يالّا عشان هنحوّش، عشان نجيب منه حاجات حلوة، يالّا أنت عاوز إيه هاكمّل لك عليه، بس لازمًا تحوّش الأول عشان أعرّفه من صغره إزاي يحوّش. وقولوا لهم إن إحنا كمان عاملين تحدّي وتوفير لآخر الشهر علشان ما يحسّوش معاكِ طبعًا يحسّوا بالحماس بدل ما يحسّوا إنّهم في حرمان دايمًا. وأهم نصيحة في الفيديو كلّها، ما تقارنيش نَفْسِك بحد خالص، في ناس ظروفها مختلفة جدًا ودخلها مختلف. المهم إن بيتِك يكون ماشي باستقرار ومن غير أي ضغوطات. والتدبير مش معناه بُخل مننا، أو التدبير معناه حُسن إدارة بإدارة بالموجود عندِك طبعًا. وفي النهاية يا حبايبي لو فاضل معاكِ 1000 جنيه بس لآخر الشهر، ما تخافيش بالتنظيم والتخطيط واستغلال الموجود في البيت. 1000 جنيه ممكن يُكمل معاكِ بكل راحة وبكل أريحية. اكتبي لي في التعليقات إيه أكتر حاجة ممكن بتساعدِك إن أنتِ توفّري آخر الشهر، وإيه الصعب أو إيه الحاجة اللي بتصعب عليكِ، حاجة بتقابلِك في الميزانية. ولو الفيديو ده عجبِك ما تنسيش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلِك كل فيديوهاتنا على اليوتيوب. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في فيديوهات جديدة. سلام.